النهارده هعرفك ازاي لما تبقى منبهر بشيء تقول ايه. I've never visited such a beautiful city. تخيل واحد صاحبك طول عمره عايش في منطقة وما خرجش منها، وفجأة قرر يسافر وراح مدينة نظيفة ومبهرة زي باريس أو دبي. أول ما نزل من المطار وشاف الشوارع والنخل عينه وسعت وطلع الموبايل ياخد ستوري وهو منبهر. فبيقول ايه؟ I've never visited such a beautiful city. never هنا معناها ايه؟ معناها يا جماعة انا من يوم ما اتولدت لحد الدقيقة دي تمام ما زرتش مكان حلو زي المكان ده. يعني دي أول مرة في التاريخ أشوف نظافة زي كده. إذا never هنا بتبين إيه؟ إن دي أول مرة في حياته من أول ما اتولد. طيب أنا بستخدم بعديها التصريف الثالث للفعل. يبقى أنا عندي I have، وهنا الأبوستروفي هنا اختصار ل have. تمام؟ الأبوستروفي VE اختصار ل have، والهاف عشان الاي واليو والوي والذي بيبقى هاف. وبعدين بستخدم نيفر والتصريف الثالث عشان ادي المعنى اللي انا شرحته. حلو. طيب such a دي معناها a very، يعني لما اقول such a beautiful city يعني a very beautiful city. وليه قلت a؟ لان في هنا الصفه بادئه بحرف ايه؟ ساكن. طب هنا بقى لو كانت الصفة بادئة بحرف ايه؟ فاول متحرك، فبقول ايه؟ ها such an amazing city، يعني على اساس ان هنا amazing بادئة بالحرف اللي هو المتحرك، ده حرف متحرك، يبقى لازم نقول such an. يبقى such a عشان هنا الصفة بادئة بحرف ساكن، وsuch an عشان الصفة بادئة بحرف ايه؟ ها متحرك. حلو. اذا such a معناها a very، وsuch an معناها a very. حلو كده. طيب طيب لما اقول ايه؟ it's the most، يبقى انا هنا قلت I've never visited such a beautiful city، يعني عمري في حياتي ما زرت مدينة جميلة تمام زي المدينة دي، في انبهار. طيب لما اقول it is يعني انها تكون، انها عايدة على المدينة، is تكون في الحال اللي انا شايفه دلوقتي ها the most beautiful city. استخدام the most هنا تمام بتقول ايه؟ ان نفس الشخص ده المنبهر قعد في المدينة مثلا يومين ودخل مطعم وبدأ يقارن بينها وبين كل الأماكن اللي زارها في حياته. فبيقول بقى إيه؟ مثلا بيقول لصاحبه بص أنا لفيت وشفت تمام كل حتة. تمام، يعني زي ما يكون إن المدينة دي تكتسح أي مكان شفته في حياتي. إذا ever هنا ما يقول it's the most beautiful city يعني ما فيش مكان تاني يضاهيها، ما فيش خالص، ما فيش مقارنة. the most beautiful هي الأجمل على الإطلاق. إذا the most هنا وبعدين وراها الصفة بتدي صيغة التفضيل العليا. طيب I've ever visited، يعني هنا ever بقى يعني برضو في، يعني بتدي معنى ايه؟ في اي وقت مضى في حياتي كلها. حلو، يعني بنحط كل المدن اللي انا زرتها في كفة والمدينة دي في كفة لوحدها فهي تكسب. ده مع استخدام ever. اذا never بتدي معنى النافية و ever بتدي معنى الاثبات. اذا never استخدمها في جملة المضارع التام في صيغة النافية، و ever بستخدمها في جملة المضارع التام في صيغة الاثبات. حلو كده. يبقى هنا I've never visited such a beautiful city. It's the most beautiful city I've ever visited. معايا؟ إذا أنت كده عشان تبقى في السريع I've never visited دي أنا كنت عايش في الطراوة وعمري ما شفت مدينة جميلة زي كده. It's the most beautiful city I've ever visited دي شهادة رسمية، يعني بعد مقارنة التاريخ اللي أنا عشته كله تعتبر دي أجمل حاجة. قست ذلك بقى ممكن مثلا I've never eaten، عمري ما أكلت such a delicious food، طعام لذيذ زي ده، يعني it's the most delicious food I've ever eaten. احط بقى اي حاجة عمري ما عملتها في حياتي تمام، وحط الصفة بتاعتها. شكرا لكم جميعا.